صباح الخير يا استاذ ايمن. صباح الفل. البوسطجي جاب لكم جواب وكان عايز يطلع عشان ياخد الحلاوه. على مين؟ خدته مني انا وقلت برضه طلعه هنا ولا بالحلاوه. حلاوه يا عم كمشوشي، وانا نجحت في الامتحانات قبل ما اخشها. لا ده جواب جاي باسم الست كريمه، جاي لها من البنك. بنك؟ مين يا واد يا اي كمشوشي؟ يبقى ما فيش حلاوه. الجواب جاي لك من البنك يا ماما. انا؟ ايه اللي انا متاكد؟ كراميلا البنك بعت لي الجواب ليه؟ وانا اعرف منين لما افتحه الاول؟ الحق بقى صينيه البطاطس لحسن تفور. استاذ ايمن اخبار الحلاوه ايه؟ خدها منها بقى لما تفتح الجواب. الله يرحمك يا حلاوه. وفوقيه باي حق تتكلم بالنيابه عني. فوقيه كده عارفه؟ مفيش طنط فوقيه؟ مفيش فوقيه هانم؟ مفيش اي حاجه لغايه لما اعرف هي عملت كده ليه. عملت كده عشان مصلحتك. عشان مصلحتي برضو؟ عشان مصلحتها هي طبعا، عشان تجوزني بنتها. ما انت لو اتجوزت بنتها هيبقى ده في مصلحتك. يا بابا هو الجواز بالعافيه، وبعدين انا ما بحبهاش. يا ابني اعرفها، اتعرف عليها، انا متاكد انك هتحبها، دي بنت ممتازه. يا بابا الحب والله عمره ما يجي كده ابدا. امال يجي ازاي؟ بالضحك على الدقون؟ بالفخ اللي نصباه بنت الخياطه لابن الباشا؟ ابن الباشا ايه بس؟ اولا انا مش ابن باشا، ثانيا الموضوع ده خلاص يا بابا انتهى من زمان. لا عمره ما هينتهي. ان كان انتهى من حياتنا دلوقتي عمره ما هينتهي من العرف، عمره ما هينتهي من الاصول، عمره ما هينتهي من التاريخ. يا بابا كل ده مش هيفرق معايا، عمره ما هيخليني اسيب مها او احب لميا دي غصب عني. واضح انها عرفت تشحنك ضدي تماما. يا بابا مها بتحبني بجد، وانا كمان بحبها، ومش هسمح لاي حد انه يمسها بكلمه هي او امها. مين بقى اي حد اللي بتتكلم عنه ده؟ اقصد فوقيه طبعا، اللي حضرتك سلطتها على طنط كريمه. هي كريمه دي بقى طنط دلوقتي؟ بابا لو حضرتك عايز تخدم قريبتك دي دور لبنتها على عريس تاني ما يكونش بيحب حد غيرها. والحد اللي انت بتتكلم عنه ده انا مش هوافق انك تتجوزه طول ما انا عايش. مفيش حد هيقدر يفرق بيني وبين مها. طول ما انت قاعد في بيتي لازم تسمع كلامي، مفهوم؟ كده يا بابا حضرتك شايف كده؟ ماشي بعد اذنك. اهدى يا ست كريمه، بترمي الزباله بتاعتك في صفحه الجيران. هس وطي صوتك، نسيت قال لما لا يسهو. كان لما ناسه عشان كده قلت لي ما خليش الزبال يعدي عليكي. قال ايه؟ ما عادش حدايا زباله ياخدها. ده كيس صغير، كيس بسله، كنت مستلفاه منهم وقلت ارجع الفارغ. على انا الكلام ده وكل ده عشان ايه؟ عشان 3 جنيه مش عايزه تدفعيهم وقلت الزبال كل شهر. عارف لو حد عرف هقطع عيشك من العماره. تقطعي عيشي وانا اللي كنت جايب لك الشربات بايديا كانت تتقطع قبل ما اجيبهولك. شربات بعد الشر، شربات من ده؟ ده شربات الاستاذ عزت، قريت فتحته هو الست ميرفت الليله دي وقال لي افرج شربات على العماره كلتها. جاته خيبه وقع على بوزه يفرق شربات، ده حقه يكتب نعي في الجورنان. خلاص بالاذن انا بقى هبلغه ان انت رفضت الشربات. لا لا استنى، انت عايزه يزعل مني؟ بس انا مش عايزه اشرب دلوقتي. هات الازازه المقفوله دي، استنى حاسب. مبروك يا عزت، اهو كده. يلا مع السلامه. بس الازازه دي بتاعتي. ماليش دعوه، خليه يديك ازازه غيرها. بقول لك يا كمشوشي، الازازه دي تجيلها بكام؟ نايب عليك بقى، عايزه تديني ثمنها؟ لا، عايز اخد تمنها من البقال، هبيعها له عشان الاستاذ عزت لو احتاج ازايز يلاقي. الله عليكي. اتعلم، اعمل الخير وارميه البحر. بس انا لسه واقعه من البحر. ولا الضالين آمين. مبروك يا انكل صلاح، الله يبارك فيك. عقبال الانجال يا استاذ حمدي. طيب مبروك عليا انت يا بنت. مبروك يا زيزو. احلى زيزو سمعتها في حياتي يا استاذ. ايوه يا انكل، خليك معايا انا زي ما اتفقنا.
مفيش خروج من ورانا قبل ما تبقى الخطوبة رسمي. لا سوري يا انكل، كلكم وعشوة الليلة دي كوم تاني خالص. ليه؟ هو احنا مش في العشوة بتاعت الليلة دي ولا ايه؟ أخيرا نطقتي يا مديحة. وفي حاجة تاني، الخطوبة تبقى على الضيق. لا يا عمي، الموضوع ده بالذات أنا ما أقدرش أسمع كلامك فيه، لأني وعدت ميرفت أعمل لها أحلى خطوبة في الدنيا، ولازم أوفي بوعدي. مظبوط يا ميرفت؟ مظبوط يا زيزو. انتوا عارفين ماما قافله على نفسها ليه ما جاتش تتعشى معانا؟ عارفين. مالكش دعوه انت، دي حاجات بتاعت الكبار. انا عارف كل حاجه. ماما زعلانه عشان ميرفت ورب بابا اتخطبت لجارنا عزت. واضح ان ميرفت دي ما كانتش بتحب بابا. يعني ماما هي كمان ممكن تتجوز واحد غير بابا؟ عيب كده يا عبد الجبار. عيب ليه؟ ما هي ميرفت هتتجوز عزت. ايوه بس ماما كانت بتحب بابا حتى بعد ما عرفت انه كان متجوز عليها. انا مش هقعد مع الواد ده تاني. ليه يعني؟ عشان بقول الحقيقه. روح انت يا ايمن اطمن على ماما. حاضر. بقول لك ما تنساش تبقى تفتحها في الموضوع اللي قلت لي عليه. ربنا يستر. موضوع ايه؟ مالكش دعوه انت. انا عارف كل حاجه. اكيد موضوع الجواب اللي جالها من البنك. طب ممكن بقى تاكل وانت ساكت؟ لا مش ممكن. اخبار شريف ايه؟ ها؟ تتجوز جوزك وتتجوز العريس اللي انا جايبه لك. فوق البيعه يا رب، ينفع كده؟ اشوف فيها يوم واحد 3 ايام، كل عريس بيوم يا رب. الناس خبرتها السبت والاربع وانا خبت 3/4. مين؟ بتقطع عليا خلوتي ليه يا استاذ ايمن؟ حاضر حاضر، ما بتسيبونيش لوحدي ابدا. كنت نايمه ولا ايه؟ لا مش نايمه، قاعده بترجم مع نفسي. قاعده مع نفسك في الضلمه كده؟ وانا هعمل ايه بالنور يلا؟ هشوف نفسي وانا قاعده؟ ما انا عارفه نفسي وحافظاها صم. عايز ايه؟ ممكن اتكلم معاك شويه؟ بس ما ترغيش. ممكن افتح النور طبعا؟ لا 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 لا، نور ليه؟ لا نتكلم ببقنا ولا بعينينا؟ طيب ممكن اعرف بقى انت ما طلعتيش تتعشي معانا ليه؟ اتعشوا انتوا. انا عامله رجيم، نفسي ومن عيني تعملوني قدوه. قدوه؟ انت زعلانه عشان ميرفت اتخطبت لعزت؟ انا؟ وازعل ليه؟ ده انا هطاق بس مش مبينه. باين؟ لا مش باين خالص. تفتكري هيتجوزوا فين؟ في القرافه، في اي داهيه تاخدها، انا مالي؟ يمكن في شقتها. هو ممكن في شقه عزت اللي فوقينا. بتقول ايه؟ خليتني ولعت النور. اعمل ايه؟ تتجوز في الشقه اللي فوقيا؟ يعني اشوفها واتصبح بيها كل شويه؟ اهدي طيب اهدي، انا اسف خلاص. اهدى ازاي بعد ما حطيتني قدام الحقيقه العاريه؟ خلاص عندي موضوع تاني ينسيك الموضوع الاولاني. على الله ما يكونش زي الاولاني. ارغي ارغي. طيب الجواب اللي جالك بقى ده كان بخصوص معاش بابا؟ انت بتكدبني يا يعني خلاص هناخد المعاش من اول الشهر. انت بتستهلكني يا امونه. الشغل عند ابوك بيقول بعد شويه. طب ازاي لسه شويه؟ ها؟ والمعاش اتحول على البنك. انت بتستدرجني يا امونه. البنك بيقول التحويل لسه ما راحلوش. مش غريبه شويه ده يا كراميلا؟ انت بتخوني يا امونه. ما انت بتشتغليني يا كمونه. بس معلش انا المره دي هعمل نفسي مصدقك. ماشي؟ ماشي. اطفي النور يلا. انا كنت ناقصه بنك الهم والغم ده كمان. منه لله هو وميرفت في يوم واحد يا رب. صباح الخير. صباح النور. ايداع ولا سحب؟ لا الجواب ده جالي على البيت من عندكم، معرفش ليه. الجواب ده من البنك، بنبعته لكل واحد بيتعامل معانا كل 3 شهور علشان يعرف ايه مركزه المالي بالظبط. بس انا يا اخويا اتعاملت معاكم من شهر بس. بالصدفه جيت لنا قبل ما نبعت الجوابات بشهر. لا يفتح الله، انا مش عايزه جوابات من عندكم تجيلي على البيت. الله، امال نبعتها لك على فين؟ ما تبعتوش خالص، انا لما احب اعرف مركزي المالي هاجي بنفسي. ماشي حاضر. اصطبحت بوش مين النهارده؟ اتفضلي اكتبي لي الكلام ده في طلب رسمي. اكتب؟ لا هتاخدوا مني فلوس على الطلب ده؟ يا ستي ده مجانا. ولا تخصموا حاجه من حسابي؟ ده لخدمه العملاء. مين العملاء؟ اللي بيتعاملوا معانا في البنك. انا اصطبحت بوش مين النهارده؟ اتفضلي اتفضلي اتفضلي. كده
بقى تحط في بطنك بطيخه صيف، محدش يعرف اي حاجه عن الحسابات دي. ولا تليفونات ولا تليفونات ولا فاكسات ولا ايميلات ولا حد هيعبرك، لو جيتي تسالي عن حسابك هنقول لك ما نعرفش. طب الواد ايمن؟ ايمن مين؟ ابني. الواد في هندسه بس بيشتغل ميكانيكي، ولفت عليه بنت اسمها ساره وانا بناديها اقول لها يا ساده ومش معبراها. ايمن ده ليه حساب هنا في البنك، ليه علاقه بموضوعنا؟ ابدا ابدا، بس ارى اسم البنك على الجواب اللي انتوا بعتوه، يمكن يجي يسال امي ليها حساب ولا مش حساب، هتردوا عليه تقولوا ايه؟ ما تقلقيش يا ستي، مالكيش حساب، محدش هيعرف ان انت ليكي حساب خالص خالص، ولا تقولوا له ان انا ليا حساب من اصلي. طب والبنت مها؟ مهدي اخت ايمن. بص اصل انا ايمن ولدته 9 اشهر، انما مها ولدتها 9 اشهر ويومين، فتطلع عناديه وتسال امي انا عليها اصطبحت حساب. بوشي مين يا رب النهارده؟ لا ايمن هيعرف ولا مها ولا صباح. صباح مين؟ زميلتي اللي قاعده جنبي دي. كتر خيرك، وامي بقى عايزه تطلع عمره ما تعرفلهاش حد يطلعها. يا ستي انا مالي ومال العمر، انا هنا موظف بنك بالحسابات، مفيش حد هيعرف ان انت ليكي حساب خالص. طب ليا استفسار صغير واخر كلام وهمشي على طول. اتفضلي. مش انتوا كنتوا هتبعتوا لي جوابات؟ جوابات ايه؟ جوابات البنك، ودول كانوا هيكلفوكوا كتير قوي، تمن ورقه البوسطه والظرف والمطبوعات والمواصلات، واحد رايح واحد جاي، صح؟ صح. عايزاكوا بقى تلموا كل ده وتضيفوا لي حسابي لو سمحت. اهلا اهلا مدام ميرفت، عامله ايه دلوقتي؟ اتفضلي اتفضلي استريحي. أنا الحمد لله يا دكتور، بس حاسة إن بطني تقيلة شويتين. مع انها لسه حامل في 4 شهور. هو انت ولا واحد تاني؟ يعني ايه؟ مش فاهم. يعني انت اللي كنت معاها المره اللي فاتت ولا؟ لا 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 يا دكتورة، اللي كان معايا المرة اللي فاتت ده كان عباس جوزي. امال ده مين؟ ده زيزو خطيبي. يعني جوزك مشغول وبعت معاكي خطيبك؟ لا، عباس جوزي بقى مات، الله يرحمه. مات من 2 شهر دلوقتي. وانت خطبتها من امتى؟ من 3 اشهر؟ لا 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 لا، ده احنا لسه قاريين فاتحه اول امبارح. اتفضلي على سرير الكشف. انت متاكده انك في الرابع؟ والله يا دكتورة على حسبتك انتي ابقى نص متأكدة، على حسبتي انا مش متأكدة خالص. لا ما دام على حسبتي انا يبقى صح. اتفضلي. هو احتمال البيبي يكون تخين شويه. مالكش دعوه. ماليش دعوه ازاي؟ مش خطيبتي. هو اللي في بطنها ابنك؟ الدكتوره دي لازم. خير يا دكتور؟ لما تيجي صاحبة الشأن هتكلم معاها. ما انا خطيب صاحبه الشأن. لما تتجوزها وتحمل منك بسأل براحتك على البيبي اللي في بطنها. طمنيني يا دكتورة. لا مش هقدر اطمنك، اللي في بطنك ده كتير قوي على 4 اشهر، لازم تعملي سونار. ايمن، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ اتفضل. اتفضلي فلوسك. ايه الفلوس دي؟ الصدقه اللي بعتها لي مع بلوشي حضرتك. انا مش فاهمة حاجة، ايه اللي انت بتتكلم عنه ده؟ لو سمحتي ما تحاوليش تنكري، انا خلاص وقعته في الكلام واعترف بكل حاجه. هو انا يعني ارتكبت جريمة عشان عايزة اساعدك؟ انا ما طلبتش حد يساعدني. عشان كده انا عملت التمثيلية دي مع بلوشي. حاضر، اتفضلي فلوسك بقى وفري تمثيليات. استنى بس يا سيدي، اعتبرهم سلف لحد ما تخلص امتحاناتك وبعدين ردهم لي براحتك. انا ما بستلفش من حد. وهو انا يعني اي حد؟ خلاص انا هاخد الفلوس بس ما تمشيش. ليه، عندك حاجه تانية عايزه تصدقي عليا بيها؟ لا يعني عندي شوية حاجات بس مش فاهماها، عايزاك تشرحها لي. اسف، عندي شغل. هو انت فاكرني هتحايل عليك؟ خلاص امشي، مش عايزه اشوف وشك تاني. الله، نادية، يا صباح الخير، يا صباح الطبادي، يا مراكب الانوار، البحر زاد ميه بوجودكم. انا فتحت لك الكتاب قبل كده ما لقيتكش. ايوه ما كنت اصلي. يا ماما قلت لي احنا لازم نتفرج. خلاص الساعة بتاعتكم خلصت. بس الفيلم لسه ما خلص. عايزة تتفرجي على الفيلم؟ بكرة الماتش تشوفي شوط واحد بس، ها؟ لكم مطلق الحرية. انت اللي جالنا من ورا خطة التقشف. حتى التلفزيون يا ماما هنوفر فيه. لا يا روح ماما، بنوفر في الكهرباء، نور وتلفزيون، خبطتين في الراس توجع، والبيت ابو خبطة غير البيت ابو خبطتين. خلاص هنقفل النور ونكمل الفيلم. يلا افتح التلفزيون. يلا 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 على اوضتك، بلاش لماضة. يلا عندك مدرسة الصبح. خد البرتقال، افتح بقك. ها انت فاس، افتح
افتحي بقك يا بت وانتي فاص. فصين برتقان يا ماما. ايه هتقولي ايه بقى؟ مش هرماكم الفاكهه اهو. امال فين بقيه البرتقال؟ حطيتها في التلاجة وقفلت عليها عشان تقضينا لاخر الشهر. روح افتح بسرعه. ايه ده يا ماما؟ ما يكونش الجرس بايظ؟ لا بعته عشان نوفر في الكهرباء. مساء الخير. ايه؟ يلا على اوضتك على اوضتك بسرعه. خير يا اخوي؟ شريف بقاله يومين سايب البيت. واحنا مالنا؟ هنخبيه عندنا؟ فتش يا اخويا البيت قدامك اهو. يا ستي انا ما اقصدش، انا بحاول اكلمه في التليفون رافض يرد عليا. قلت يمكن يرد على ما خرجت من عند ساره على الورشه، لا عارف اشتغل ولا عارف اعمل اي حاجه. ما حكيتش لامك؟ يا تيتا ماما عايزاني اخد فلوس من اي حد، المهم يبقى في فلوس وخلاص. عيب يا اهلي، ما تتكلمش عن امك بالطريقه دي. انا اسف يا تيتا، انا ما اقصدش. انت مش شايفه ماما بقت عامله ازاي بعد ابويا ما مات؟ وهي اللي عرفته عن ابوكم بعد ما مات كان شويه؟ طب واحنا ذنبنا ايه؟ ما هو انتوا لازم تعذروها، هي بقت اب وام في نفس الوقت. يا تيتا دي بتفتح النور بمواعيد، التلفزيون بيتفتح ساعه واحده في اليوم. انا مش فاهم، ده ناقص تحاسبنا على الهوا اللي بتتنفسه. عيب عيب يا ايه، ما تقولش كده. الله، امك خايفه الفلوس تخلص منها قبل ما تقبض المعاش. طب قولي لي يا تيتا، انا كده يعني غلطت في حق ساره؟ طبعا غلطت في حق ساره، لان هي ما عملتش حاجه غلط عشان انت تعملها بالشكل ده. هي دايما محساني ان انا اقل منها. بالعكس، هي محتاجه لك اكتر ما انت محتاج لها، وهي خايفه على احاسيسك، عشان كده عملت التمثيليه بتاعت بلوشي. انا مش هقدر اخد الفلوس يا تيتا. يا اخويا ما تاخدهاش، بس ما تاخدهاش بذنب الفلوس. يعني ايه؟ يعني ما تخسرهاش عشان هي عايزه تكسبك. ايوه يا شريف، انت فين؟ طب انا عايزه اقابلك دلوقتي حالا. نعم نعم، اديني اكلمه. لا مش هينفع بكره. ايوه عارفاه. ماشي، نص ساعه وهكون عندك. قال لك ايه يا بنتي؟ اداني ميعاد هقابله بعد نص ساعه. دلوقتي يا مها؟ ايوه يا ماما دلوقتي، شريف لازم يبات في بيته النهارده. يا بنتي انا مش عارف اشكرك ازاي. انا اصلي يبدو غلطت وانفعلت عليه واتسرعت. قلت له انه طول ما هو بيتي لازم يسمع كلامي. حضرته خدع على كرامته وساب البيت. اطمن يا عمي، انا مش هسيبه غير قدام باب العماره. انا مش هسمح لنفسي يكون سبب في خلاف ما بين حضرتك وما بين شريف. باباك جالي لغايه البيت. انا اسف يا مها لو كان قال حاجه ضايقتك. بالعكس يا شريف، صعب عليا جدا. ما عندكش فكره كان زعلان قد ايه. انت ليه يا شريف ما قلتليش انك سبت البيت؟ يعني ما حبيتش ادوشك بمشاكلي. ولا اتكسفت من العمله اللي انت عاملها؟ ايه يا مها اللي بتقوليه ده؟ ازاي باباك يبقى في السن ده والظروف دي وتسيبه لوحده؟ انت عارفه انا سبت البيت ليه؟ حتى لو بسببي، انا ما طلبتش منك انك تتخانق مع باباك. يا مها ده بيضغط عليا عشان اتجوز اللي اسمها لمياء دي بالعافيه. طب ارجع البيت وتفاهم معاه، لا هو يضغط عليك علشان تتجوز لميا ولا انت تضغط عليه عشان تتجوزني. انت بتقولي ايه؟ انت عايزاني اضحي بيكي عشان ارضيه هو؟ وماله يا شريف، انت لو مالكش خير في باباك عمرك ما هيكون لك خير فيا. انت عارفه طلب مني ايه؟ قال لي طول ما انت قاعد معايا في البيت يبقى لازم تسمع كلامي في كل حاجه. اسمع كلامه، وانا متاكده ان عمره ما هيعمل حاجه تزعلك. اسمع كلامه ازاي يا مها؟ شريف، لو ما رجعتش دلوقتي حالا لباباك انا مش هعرفك بعد كده. شريف شريف حبيبي شريف ازيك يا ابني؟ كويس. ازيك انت يا بابا؟ انا كويس دلوقتي يا شوشو. تعالى اقعد استنى. انا ما صدقتش مها قالت لي انها هتقدر تقنعك انك ترجع البيت. وانا كمان ما صدقتش لما قالت لي انها ممكن ما تعرفنيش تاني لو ما رجعتش النهارده. هي قالت لك كده؟ وقالت لي اكتر من كده كمان. يعني انت رجعت البيت بقى عشان خاطرها؟ انا عرفت ليه يا ابني دلوقتي انت بتحبها. ونفسي انت كمان تحبها يا بابا. انا مش عايزك تزعل مني يا ابني، انا مش عارف اتصرفت كده ازاي. انا
عمري عملت كده معاك؟ بابا انا مش زعلان. انا كنت عارف ان ده كان اخر كارت تضغط بيه عليا عشان اتجوز لمياء، بس عشان خاطري بقى، عشان خاطري ما تدورش على كروت تانية. اتأخرت كده ليه يا عزة؟ عقبال ما ظهرت نتيجة السونار. وعرفت البيبي طالع كبير كده ليه؟ البيبي مش كبير ولا حاجة يا ميرفت. ازاي يعني؟ ده انا حاسة ان انا في الثامن وانا لسه في الرابع. طبعا 4 شهور و4 شهور يبقوا 8. يعني ايه؟ انت حامل في توأم يا ميرفت. توأم؟